بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك صفوان لما سمع من العبد مرجان حكاية هذا البستان والفواكه التي تطلع من غير أوان، عندئذ برح به الفضول لمعرفة سر هذا القصر المجهول. وبعد طول التفكير اتفق مع الوزير، حتى إذا حل الظلام وسكن العالم ونام، تسلل الوزير وراء السلطان وهما متنكران في هيئة تجار أغراب، وذهب إلى القصر وطرق الباب وآتاهما الجواب. مين اللي بيخبط على الباب من غير ما يعمل لحد حساب؟ احنا تجار أغراب قاصدين الرحاب. يا مرحب بالأغراب، الأغراب أحباب. افتح يا بواب. اتفضل يا مولاي. انت مش ملاحظ معايا؟ ايوه، الباب انفتح لوحده. اتفضلوا اتفضلوا انتوا الاتنين، يا مرحبتين. هي بتتكلم ليه؟ ادي احنا ماشيين. لعله خير. تعال يا وزير. اتفضل يا مولاي. اسمع، مش عايز كلمة مولاي هنا. من دلوقتي أنا اسمي السيد أمين وأنت اسمك عبد المعين. أحسن اسمين. اتفضلوا هنا، اتفضلوا انتوا الاتنين. لا مؤاخذة، أصل الدنيا ليل والليل عايز دليل، واحنا في خدمتك. قبل كل حاجة السلام عليكم. أحسنت أيها الغريب، كلمة السلام تنحط على الجرح يطيب. يا سلام، ابن الأصول ما يعيب. ده كلام مصيب، وكل شيء نصيب. النصيب لصاحب النصيب. لكن انتوا ايه حكايتكم؟ وايه اللي جابكم؟ يا ست الحسن والجمال، احنا تجار أغراب دائب بينا الحال. خرجنا نسعى على رزقنا وتركنا ديارنا وفتنا أهلنا. الظروف هي اللي جابتنا هنا، لا نعرف حد نلجأ إليه ولا مكان نبات فيه. الظروف هي اللي رمتنا عليكم، قلنا نلجأ إليكم نبات عندكم ليلة ويبقى شكر الله فضلكم. يا مرحبا بكم، القصر واللي فيه تحت أمركم، يعني تقدروا تعتبروه قصركم، بس في شرط. أيوة، والشرط قبل الحد. بالظبط. وإيه هو الشرط؟ اللي مالكش فيه ما تسألش فيه. ده واجب لازم نراعيه. يعني مهما حصل قدامكم ما تسألوش. واحنا هنسأل ليه؟ مهما سمعتوا ما تتكلموش. واحنا هنتكلم نقول ايه؟ من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يعني موافقين ومتفقين. ده الشرط الوحيد اللي بيننا. واحنا به. اتفضلوا. عن اذنكم لحظة واحدة وارجع لكم. في قصر بالشكل ده في الدنيا؟ انا مش مصدق عينيا. ازاي قصر بالشكل ده نبات ونصبح نلاقيه كده؟ وايه حكايه البستان والفواكه اللي بتطلع من الاوان؟ والصبيه دي تبقى مين؟ انا ما شفتش جمال بالشكل ده يا مولاي السلطان. له حق الامير وردان. لازم كل حاجه تنكشف في البال من غير ما نسال يا مولاي السلطان. ما نسالش ازاي؟ انت نسيت الشرط يا مولاي. امال احنا جايين هنا ليه؟ انا لازم اعرف الحكايه ايه. انا ما اقدرش اكلمها عن جوازها ولا اطلب ايدها من غير ما نعرف ايه حكايتها. برضه يا مولاي نقدر نوصل من غير ما نسال. ازاي؟ الكلام يجيب بعضه يا مولاي. يلا يا ريحانة وانت يا كهرمان، حيوا ضيوفنا الكرام وصبوا الشراب. شراب؟ صفوا الاكواب وصبوا الشراب، الكاس والطاس. كاس وطاس؟ احنا ما بنشربهاش يا ست الناس. ما تشربوهاش؟ اصل احنا يا اقدر اسال اسم مولاتي ايه؟ وبتسال ليه؟ ودي فيها ايه؟ ده الشرط اللي اتفقنا عليه. انت زعلت مني ولا ايه؟ وانت ايه انت اللي تزعلني؟ الله، انت عارفه انت بتكلمي مين؟ اسكت انت يا عبد المعين. امرك يا سيد امين. ناس ما لهمش عهد ولا يمين. يا ست احنا متاسفين. معلش بقى يا مولاتي، دي زلة لسان. وانا اعترفت لها بخطئي كمان. يا ست انا غلطان. ده احنا لسه متعاهدين ما بقالناش دقيقتين. خلاص بقى يا مولاتي، سماح النبادي. النبادي بس؟ لا بس. طيب يرجع مرجوعنا لموضوعنا. انتوا قلتوا انكم ما بتشربوهاش؟ دي حاجه ما جربناهاش. عمرنا ما عرفنا المدام. اذا الطعام من غير مدام. طيب
وليه ما يبقاش الطرب والأنغام؟ يا سلام، الأنغام، الأنغام ضيافة الكرام. اتفضلوا. كريمة، حليمة، تعالوا تعالوا لما أقدم لكم ضيوفنا. ضيوفنا تجار أغراب، وقاصدين الرحاب، والأغراب أحباب، ولهم حق التحية والتوحاب. قدم لهم الشواب، رفضوا الشراب. أصل ملناش في المدام، يبقى الطعام. احنا مش عايزين غير الطرب والأنغام. وتبقوا أكرمتمونا غاية الإكرام. تحبوا تسمعوا إيه؟ اللي تجودوا بيه. هنقول لكم لحن العبارات عشان يفكرنا باللي فات. يلا يا بنات، لحن العبارات. الله 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 الله. دول بيبكوا كلهم. ايه حصل لهم؟ مين يقدر يقول لهم؟ انا هقول لهم. يا ست يا ستنا، يا اللي قصرك اعلى من قصرنا، نواح ده ولا غنى؟ ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ انتوا قلبتوها غم كده ليه؟ وانت بتسأل ليه؟ شأنك انت ايه؟ واحد شايل دقنه والتاني زعلان ليه؟ وانتوا ايه اللي يزعلكم؟ ودي برضو حاجة تيجي منكم؟ فيها ايه يعني لما نسأل عنكم؟ مش يمكن عايزين نخطب منكم؟ انتوا بتقولوا ايه؟ صحيح، ما يملاش عين البني آدم غير التراب. احنا بنسأل سؤال. لا سؤال ولا جواب. احنا هنرقف بحالاتكم بس عشان انتم أغراب. يا بواب، أمرك مجاب. وصلهم لغاية الباب. اتفضلوا. احنا ما عملناش حاجة عشان تزعلوا. هو السؤال حرم؟ وبعدين؟ الله، ايه الحكاية؟ انت مش عارفة؟ اسكت انت يا عبد المعين. يا بواب، وصلهم بكل أدب لغاية الباب. تعالوا يا أغراب، بقول لك بكل أدب. الله، ما تجيش عندي، انا خارج لوحدي. اتفضل عدي. حاجة مش مفهومة. السكة اللي تودي. وخرج يتكفئان، وقد جدت بالسلطان الأشجان، وبات ليلته يقظان حيران، حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، استدعى الوزير وحضر الأمير، وعندئذ مولاي